امام العرايس الاستاذ محمد كاشف. محمد كاشف. دايما في مستهل حديثي ابدا باعزائي الصغار اعزائي الكبار. ايها الحفل الكريم، اهلا بكم ومرحبا في مسرحكم مسرح العرايس. مسرح العرايس يعني خلف فنانين كتير جدا، وعلى مدى الاجيال كانوا عظماء وطلعوا اعمال عظيمه جدا وخدوا جوائز في مختلف أنحاء العالم وفي مهرجانات كثيرة. هنتكلم عن نجلاء رأفت. نجلاء رأفت فنانة رحلت بجسدها عننا اليوم، ولكنها معنا بروحها التي بثتها في عرائسها الموجودة ومتخزنة في المخزن وموجودة على خشب المسرح اللي انتم شايفين بعض منها. نجلاء رأفت عملت في مسرح العرائس وغير مسرح العرائس، فقد صممت واخرجت ومثلت كي تعتبر بنعتبرها ان هي فنانه شامله، لانها عملت كل تقنيات مسرح العرائس في هذا المكان. كانت اخت عزيزه، كانت اخت صادقه، وكانت زميله، وكانت ام، وكانت استاذه. عملت اشتغلت معها كتير، عملت معاها شغل كتير جدا، ورحت بيتها ونحت الاعمال اللي كانت بتصممها. كنت بنحت في بيتها. كان سمير عبد الباقي بيألف بيت الشعر وهي تصمم وانا كنت بنحت. تعاملنا مع بعض كثيرا، وكانت استاذه وموجهه ومعلمه. استفدت منها كتير، تعلمت منها كتير جدا، وحقيقي كانت صادقه بانها تبث القيمة الفنية اللي بيترددوا عليها أو محبين هذا الفن. فن العرائس فن قائم وكبير وعظيم، لكن للأسف برضه بقول حاجة مهمة جدا، إن هو برضه مش واخد حظه ولا حتى فنانين واخدين حظهم زي الحظ الوافر لأي فنانين آخرين اللي هم بيطلعوا في التلفزيون وفي السينما. برغم إن فنان العرائس هنا بيعتبر فنان شامل وبيبذل الجهد والعرق في سبيل رسم رسمة صغيرة على الطفل. ففن العرايس هنا موجود يتمثل في ناس فنانين كتير جدا موجودين هنا، وطبعا الله يرحمهم زي مصطفى كامل وزي عنتر حافظ وزي يعني انا مش متذكر اسماء، يعني عندي اسماء كتير جدا، لكن كانوا فنانين قاموا على هذه الخشبه ليل ونهار حتى يقوموا باعمالهم بجد واجتهاد لكي تظهر هذه الاعمال للجمهور، عشان يقدروا يبثوا الثقه والحب والتفاهم والفناء للاطفال الحلوين وللاسره كلها. نجلاء رأفت عملت كثيرا لهذا المسرح وقامت، وكان لها الكثير سواء في التلفزيون، في السينما، في المسرح الخاص والعام اللي هو مسرح القاهرة العرايس. مسرح القاهرة العرايس يمتاز باعمال نجلاء رأفت التي كانت فعلا سعيده جدا وهي بتشتغل، تلاقي حياتها مع العرايس، تقعد تضحك فيها، تقعد تكمل فيها، تقعد تزخرف فيها، وتبقى عامله زي العرايس دي كانها ولادها وتقعد تشتغل فيها. وتيجي مثلا فيروز عملت عرايس شبه فيروز، شبه اشرف، شبه سمير عبد الباقي، شبه يعني الاسره كلها. كانت دايما تحس ان دول اسرتها والعرايس دول برضه اولادها. التهاب كده يعني الواحد بيبقى اصلا سعيد جدا لما بينحت نحت ويبقى كده بقى له حيز من الوجود وله ابعاد من كافه الاطراف، بيبقى سعيد ان هو طلع حاجه لطيفه جدا ويتباهى بيها ويبقى سعيد بيها وزي ايه ابنه من بذل الجهد والعرق فيه. نجلاء رأفت عملت ده وكان موجود يكفي ان كل اعمالها متواجده هنا في المكان، وسهواتنا طبعا سعداء باننا وبنكرمها اليوم وبنحييها لانها فعلا بذلت الجهد والعطاء فيها. وعلى فكره
بالنسبه للتكريم، هذا التكريم انا سعيد بيه جدا وسعيد على القائمين عليه، يعني لانه فعلا التكريم ده يعني شيء محبب وشيء جيد وشيء جميل ان احنا نكرم ناس رموز عندنا لازم طبعا نكرمهم لانه اعمالها باقيه مدى الحياه، ففرحت عنا بجسدها ولكنها روحها باقيه. فهي طبعا نجلاء رأفت هنتكلم عنها ان هي موجوده بيننا وموجوده قدامنا، موجوده معانا من خلال هذه العرائس وهذه الاعمال المجيده التي قامت بها. وفي كلمه صغيره احب اضيفها عشان ما اطولش عليكم وانا مطولت. في كتاب برضه معمول يعني يمكن من سنه، عمل من سنه في تنظير لمسرح العرايس وفي لجميع فنان العرايس المتوفين واللي على قيد الحياه. كنا عايزين نعمل احتفاليه لتكريم رواد مسرح العرايس، رواد فناني مسرح العرايس، ولكنها طبعا وكلت الى ادم لا يتعرف مداه، ولكن الامسيه جاهزه بألحانها بأعمالها بفقراتها بكل ما يلزم بيها لحد بطبع تذاكر الدعوه كمان. فده طبعا مسرح العرايس بيحب طبعا ان هو يكرم اولاده ويكرم رموزه، فقالوا ان هذه الامسيه تحقق قريبا لتكريم رواد فن العرايس اللي هم طبعا من خلف الستار اللي بيشتغلوا وما لهمش حظ وافر في انهم يبقوا من المشاهير، ولكنهم اعمالهم باقيه رغم ان في الجميع في نفوس اطفالنا، لان الاطفال هم الجيل المستقبل، هم شباب المستقبل. فطبعا وشكرا. وطبعا زي ما قلت قبل كده نجلاء رأفت عايشه وباقيه، وان شاء الله يعني ربنا يجعلها اخر العزام، وهي مش عزام، احنا النهارده جايين نفرح وجايين نبتسم وجايين نكرم نجلاء رأفت.